4 ستات بيسيبوا بيوتهم عشان يعيشوا مع صاحبهم اللي من أيام الجامعة. منهم واحدة سابت خطيبها والتانية سابت جوزها، بس الحمد لله خدت عيالها معاها، وكلهم موجودين بحجة إنه بيحاولوا يرجعوا ويصلحوا بينه وبين مراته. وده كان ملخص فيلم أيقوني بالنسبة لنا، هو فيلم حريم كريم. ثواني بقى كده، احنا ايه القصة العبثية اللي بنسمعها دي؟ احنا ازاي عديناها؟ هو عشان مصطفى قمر غنى لنا في الفيلم بسلم عليكم وشنكلوه ونعدي اللي بيحصل ده؟ ايه يا استاذه رندا، ايه يا استاذه بسمه، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ولو شايفين ان دي مش اسباب كافيه، تعالوا اقول لكم بقى على التقيله، ان الفيلم ده ليه جزء تاني وطالعين فيه وهم وعيالهم الكبار الشحوطه بيجروا برضه ورا الاستاذ مصطفى قمر. يا جماعه مش كده، صلوا على النبي، بس ايه ده اللي بيحصل؟ مش عارفه انا الواحد اللي كنت مشغوله بجمال الاغاني في الفيلم ومخدتش بالي من العبث اللي بيحصل فيه، ولا في حد غيري؟ لا، ومش واحدة ولا اتنين هم اللي بيجروا ورا مصطفى قمر، دول 4. يا جماعة بس منطقيا كده اللي بيحصل ده مش فيديو كليب، ده فيلم. بس بعيدا عن كل حاجة، ده واحد من الأفلام اللذيذة جدا اللي الواحد بيحب يتفرج عليها كل ما تتعرض قدامه في التلفزيون. وانتوا ايه رأيكم بقى اما شفتوا الفيلم منظور تاني وانتوا كبار؟